عمرك سمعت حد بيقول جايبين المدرب ده عشان نبدأ معاه مشروع؟ كداب يا ابو الصحاب لانك سمعت. طب انت تعرف ان ممكن تجيب صفقه ما تلعبش ولا دقيقه وتجيب لك كل الماتشات والبطولات؟ وده هو المدير الرياضي، اهم شخص في المنظومه الرياضيه الحديثه. خربوش الشاي الجميل. وتعال نتكلم شويه عن المدير الرياضي. المدير الرياضي هو المايسترو، هو اللي بيحدد طريقه اللعب وبيختار المدير الفني المناسب مع طريقه اللعب، تابع الصفقات والعقود، بيربط الاكاديميه بالفريق الاول. لو المنظومه دي ماشيه يبقى انت في التمام، لو لا يبقى بينهم. بص يا ابو الصحاب، مانشستر سيتي وبيجريستين من 2012 وحد يعرف هو بيعمل ايه. حددوا هوية النادي، اختاروا المدرب اللي يتماشى مع هوية النادي اللي هم حددوها وهو جوارديولا. وبعد جوارديولا جابوا له اللعيبه اللي تتماشى مع خطة النادي اللي هم حددوها. جابوا إيدرسون، جابوا دي بروين، جابوا هالاند، جابوا برناردو سيلفا ولاعيبه تانية كتير، اخرهم مرموش والرجاله اللي جت في الاخر دي. والنتيجه 6 دوري انجليزي، 1 كاس عالم الانديه، و1 دوري ابطال. ناس عارفين هم بيعملوا ايه، حددوا هدفهم وجابوا الملائم مش الاشهر. نيجي بقى للمعلمين، ليفربول ومايكل ادواردز فضلوا محوشين لحد ما جه سوق انتقالات 2025 وانفجروا في السوق. اي حد كان معدي من قدام بوابه النادي كانوا بيجيبوه. بس نرجع بقى ورا شويه لما باعوا كوتينيو لبرشلونه ب 142 مليون دولار. الصفقه دي مولت مين بقى؟ مولت صلاح، فان دايك، ماني، إليسون. نيجي بقى للنتيجه والناس اللي بتجيب من الاخر. 2 دوري انجليزي، دوري ابطال اوروبا، 1 كاس عالم الانديه، و1 سوبر اوروبي. صفقات قليله بس فلقه. نيجي بقى لبرنس اللعبه لويس كامبوس، مدير رياضي برتغالي، عنده بقى فكر كده مختلف تماما عن كل الناس اللي حوالينا دي. يبني فرقه بسعر صغير وبسعر ذكي جدا وبلعيبه كلهم صغيرين في السن. نجح جدا مع موناكو وليل، انضم رسمي سنه 22 لباريس سان جيرمان وعمل منهم فرقه خياليه بتاكل الاخضر واليابس. حط خطه وفلسفه للنادي من اول يوم مسك فيه، وبعدها بشويه جاب لهم لويس انريكي اللي هيتماشى بالظبط مع الفلسفه اللي هو حاططها. بعد سنين من المصاريف الفاحشه لويس كامبوس بيجي بيمشي كل اللعيبه الكبار اللي برواتب ضخمه وبيجيب بدلهم لعيبه صغيرين في السن وباسعار اقل بكتير جدا. زود الكفاءه وقلل الرواتب وعمل اللي ما اتعملش في باريس من فتره كبيره جدا. من وقت ما الراجل مسك لحد النهارده عد معايا بقى يا صاحبي: 3 دوري، 1 كاس، 3 سوبر، للشامبيونز ليج اللي خدوا من الانتر ميلان 5-0 لاول مره في تاريخ النادي. وبكده يبقى الراجل قفل معاهم اللعبه. زي ما قلنا الحلو طبعا مش هننسى اخواتنا اللي خاربين الدنيا، هم اول اداره مانشستر يونايتد. انفاقات بمليارات ولكن بلا هدف. بيجيبوا لعيبه بارقام خزعبليه. اللعيبه دي بقى يا اما بتخرج مصابه، يا اما بتنهار، يا اما بيحصل لها اي حاجه، انما ما ياخدوش منهم مردود بربع ثمنهم حتى. النتيجه بقى في الكلام ده كله ايه؟ ولا دوري ولا دوري ابطال ولا هياخدوه طول ما الاداره شغاله بنفس النهج ده. يا اما يغيروا يا اما هيفضلوا زي ما هم. طبعا بقى لما تيجي تتكلم عن الفشل اوعى تنسى اداره برشلونه. لما باعوا نيمار ب 222 مليون يورو راحوا جابوا مين بقى؟ فرج. جابوا عثمان ديمبلي وجريزمان وكوتينيو. الثلاث من اول ما مضوا العقود خدوا بعض وطلعوا على المستشفى لحد النهارده الصبح مصابين. ما تعرفش هم فكروا في الموضوع ده ازاي. طبعا بعد الصفقات الجهنميه دي بقى ما اقولكش برشلونه راح فين. الديون وصلت اكتر من مليار دولار. ميسي سابهم ومشي. بداوا يبيعوا النجيله في مزادات والشرابات والفانيلات باعوا كل حاجه. وبرضه لحد النهارده واقعين في نفس الديون. لكن الاكاديميه بصراحه يعني الاكاديميه والفتره من 25 الاكاديميه بدات تفوق معاهم شويه. ولكن اداره برشلونه ادت درس كبير جدا في كيفيه هزيمه نفسها. عايز بطولات وحركات؟ استثمر في المدير الرياضي وسيبك بقى من اللي بيقول لك احنا جايبين المدرب ده نعمل عليه مشروع عشان المشروع هو المدير الرياضي. ما تنساش تقول لنا من وجهه نظرك مين احسن مدير رياضي في الفتره اللي فاتت دي كلها. وما تنساش طبعا اللايك والشير والكومنت عشان احبك.